ازيكم يا اصحابي يا حلوين، عاملين ايه؟ رب كلكم تكونوا بخير وباحسن حال. لو كنت اول مره بتشوفيني، معاكي بسمه ودي قناتي. خدي جوله فيها، بتمنى تعجبك باذن الله، واكتب لي كومنت حلو كده يشجعني. ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا بينا نصلي مع بعض على رسول اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. وتعالوا قضوا معايا يوم من ايامي. هنضف معاكم الاوضه بتاعت الولاد دي. انا قاعده بسجل لكم الفيديو فيها دلوقتي وهم نايمين. المهم، خايفه يصحى الصراحه. بصوا بقى، عايزين نغير مع بعض الملايات، نشيل الارض، ندخل طاقه ايجابيه، طاقه حلوه كده. خلصت معاكم المطبخ، عملته كده في السريع لان انا برضو لسه عايزه المطبخ اعمله من الدولاب من جوه، ضرفه الخزين، وعايزه اعمل التلاجة. بس كان لازم الملم نفسي. فاهمين الفكره عامله ازاي؟ ان شاء الله هعمل كل ده معاكم باذن الله. الحاجه لما تكون متوضبه قدامك، انا برتاح نفسيا لما يكون من جوه متوضب. بس لما يكون في ظرف طارئ، فحاولي على قد ما تقدري ما يبقاش يعني جوه بره. فاهمين قصدي؟ فانا بالنسبه لي لما يكون المطبخ بالذات بحس روح البيت لما بيكون نظيف، فتمام قدامي، فتمام، فانزل ضرفه من هنا اعملها، انزل ضرفه من هنا اعملها، فالموضوع بيمشي قشطه يعني. بس هو كان عندي غسيل اصلا كنت لماه، ودوت لميته الصبح. يعني كان في غسيل من الموم قبلها بيوم، وده لميته الصبح، فالاتنين على بعض. بصوا بقى هرم غسيل ازاي. ده العادي كل يوم غسيل، الحمد لله. نعمة من عند ربنا برضو. ربنا يديهم الصحة ويبهدلوا كمان وكمان حواليا كده، اللي انا والله تعبانة بسببهم قوي، ان كل شوية عيل فيهم نازلة بيه عند الدكتور. فالحمد لله. ربنا يجعل كده حسهم في الدنيا يا رب دايما. المهم هم بيساعدوني كالعادة الصراحة. ما بيروحوا المدرسة على فكرة، بس الكام يوم اللي انا كنت بصور لكم الفيديوهات دول هم بعد ما بييجوا من المدرسة، او لو هم راحوا المدرسة انا بعمل حاجة. في يوم غايبينه مثلا زي يوم الأوضة بتاعتي، كانوا هم غايبين اليوم دوت. فالحمد لله يعني. مش عارفين اجازة نص السنة هتبدأ امتى. آه، زياد هيصحى، انا قاعدة جنبه. على وشك يعني. احنا كده كده بيدوا الكيجي واولى وتانية ابتدائي اجازات بدري، فبتطول او بناخد شهرين مثلا اجازة نص السنة ولا حاجة، علشان امتحانات الاولاد وكلام من ده. فاحنا بناخدوها بدري الاجازة، فبنحس بقى ايه بوقت حلو يعني. فانا مش عارفة في الفترة دي اوديهم درس ولا اخليهم قاعدين ف... في خلال الشتاء يعني، وانا راجع معاهم في البيت. مش عارفة والله ظروفي هتبقى ماشية ازاي، فالله المستعان يعني. المهم انا كنت جايبه المكنسه ديت خشنه بدل الطريه، حلوه يعني، بكنس بيها السجاد. وقلت ايه اريح المكنسه الكهرباء شويه. انا ما اعرفش فيها مشكله، إيه مش بتشفط كويس. هي كانت ماما قالت لي ان في ممكن المشط بتاعها نفسه ان انا اجيبه من شارع اسطاسي. انا ما كنتش عارفه ان هو بيتباع. وبعدين حاسه ان كمان الخرطوم مخروم او حاجه كده. بابا قال لي لا، لما ننزل نجيب بقى ايه الفرشه والخرطوم بالمره. هي شغاله عامه، بس مش يعني ايه، مش متينة زي الأول، مش بتشتغل صح برضو يعني، مش بطاقتها. بس خدت بقى كده اهوت المكتبة دي، لمعت كل اللي فيها ولمعتها هي ذات نفسها، وبرجع كل حاجة تاني مكانها. العجلة اللي فوق دي معمولة اركت، كان اخويا اللي عاملها لي وهو في الثانوي. وهو وبابا عملوا لي المكتبة نفسها. ده اللوح بتاع السرير، عارفين اللوح الخشب ده بتاع السراير، وعملوها لي كده. بس نضفت بقى من فوق لتحت، وكنت مزعفه برضو بس مصورتش معاكم. ده كان اول حاجه اعملها في الاوضه، ان انا بزعف. الشباك ده مقفول، بفتحه كل فين وفين وهو نضيف. اخر مره كنت غسلاه بالخرطوم معاكم. لا ما كانش معاكم، كان قبل ما ارجع القناه تاني. بس تمام يعني، كله كده بيتلمع وزي الفل. ببقى عايزه اشيل المكتب دوت عشان المع من تحت منه. بخاف التلفزيون بيتحرك، وخصوصا زي ما انتم شايفين ليان تحت رجلي بالمشايه، فبخاف حركه تحصل كده ولا كده. الورق ده بستخدمه كتير للولاد، اللي هي الأعمال بتاعة نشاطات المدرسة اليومية بتاعة زياد ولوجين. كان عندي كتير، وكان عندي ألوانات كتير، بس يلا الحمد لله قعدوا يلعبوا بيه. بسيبهم الصراحة يطلعوا طاقة. كان في يوم عندي عيال عمتهم عيال عمهم، فقعدوا يلعبوا مع بعض قصقصة، بس كانوا بيقصقصوا بس، فدمروا لي كتير. فقلت خلاص يعني فداهم، مش مشكلة. بجيب بقى ايه بالفرخ الكبير ده. لمعت كل حاجة اهوت. اطلع بس افرش الملايات، وبعدين المع الارض، عشان ابقى خلصت الاوضه كلها من اولها لاخرها برضو كده. مش انا قلت لكم هعمل معاكم كل يوم اوضه.
لحد بس الايام دي ما تعدي ان شاء الله. انا لما بنزل في حدود العجمي، مش بنزل تحت. فكنت قيمة 3 ايام بالظبط كان الدكتور بتاعهم مش معاد المركز بتاعه، لان هو بياخد خميس وجمعة. فكانت لوجين كانت تعبانه جدا، فحجزنا مباراة العصافرة، وانا ما بحبش ما بعترفش بمباراة العصافرة، ما بحبش انزل فيها لاني ما بصراحة مش دكاترة، اقول ايه بس الحمد لله. فاضطريت نزلت بيهم بقى ايه فوزي معاذ. اليوم ده قضيته كله بره. انا داخله العياده بس من الصبح، داخله عند الدكتور بعد المغرب بربع ساعه وب10 دقايق. كان يوم صعب جدا على اليوم اللي انا صورت فيه. كان يوم السبت، اللي صورت فيه محطة مصر. كنت اول مرة اشوفها بقى عشان ما بنزلش الاتجاه ده خالص، فشفت التغيرات اللي حصلت فيها وصورتها لكم كده، نزلتها لكم حتى على الشريط. بس بقى زيزو راب، ما هو جاي قلبي يشخر. طلع صوت. بصوا الاوضه بعد ما خلاص انا مشغله المروحه، انتوا عارفين انا عندي مروحه سقف وسايباها مفتوحه كده اهوت، وبرضه بجهز الغدا. بصوا اشغل المروحه بقى كده اهو، والارض تنشف براحتها، واخلص حاجه بره اكون هنا خلصت، اجي ايه ما ينفعش افرش على السيراميك او البلاط وهو مبلول، هيكمكم وتلاقي ريحه مش كويسه، سواء حصر سواء موكيت سواء سجاد مش كويس، بيعمل رطوبه. خلصت الاوضه خالص اهو الحمد لله، قفلت كمان الشباك وكله بقى تمام اهو، نضفت وبقت زي الفل وكل حاجه اتلمعت. بس كله اتلمع. ارنوبي بتلعب. كانت لسه هنا. بصوا بقى كده خلاص، انا حتى الكرسي ده هنا انا هنجده قريب بنفس القماشه دي، عندي قطعه يا دوبك قدها، بس عايزه اشيل الظهر، مش عارفه بقى ايه النظام. المهم مش عايزه اطول معاكم اكتر من كده. ما وصلتش لحد هنا يبقى تنسى اللايك والشير والسبسكرايب، واستنوني باذن الله في فيديو جديد، ولا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله.